تعالوا نجرب ارخص كنكه قهوه او غلايه قهوه او مكنه قهوه. شوفوا انتوا بتقولوا عليها ايه وقولوا. هنجربها مع بعض والنتيجه معاكم في الفيديو بكل صراحه بكل امانه، هل تستحق السعر بتاعها ولا لا. هنا مبدئيا احنا عملنا الفنجان، حطينا فيه ميه وحطينا فيه القهوه، احنا ما بنحطش سكر على القهوه، ودوبناه وحطيناه في الغلايه دي اللي انتوا شايفينها دي. جميل. وحطينا الفيشه في الكهرباء ودوسنا على الزرار اللي في الجنب الاحمر ده. انا هنا بصراحه اول مره كنت اشوفها واستعملها، فبصراحه كنت يعني عندي الفضول يعني اعرف النتيجه ايه. شايفين ابتدت بقى ان هي تطلع زي دخان خفيف كده اهو لغايه كده تمام. اول حاجه فيها، اول عيب فيها السلك بتاعها قصير جدا جدا، ده اول عيب. وتاني عيب ان القاعده بتاعتها هي مش منفصله عن الكنكه، هما الاتنين واحد، فطبعا لما تيجي تغسلوها هتبقى حذرين ان مفيش ميه تيجي على القاعده عشان هي فيها دايره الكهرباء. ده تاني عيب يا جماعه. طيب هنستناها بقى كده لما تبتدي تغلي. المفترض اللي هي مثلا ليها حد معين او حساس كده في الكنكه يعرف ان القهوه مثلا عشان تبقى بوش، يعني ان هي تيجي لحد معين وتوقف او تطفي او تفصل لوحدها. جميل. انا كنت فاكره كده، لكن اتضح ان هي غير كده، اللي هي بتفضل تغلي. يعني انا لو نسياها وفي غرفه تانية ونسيتها شغاله، طبعا هي بتغلي بسرعه، مش عايزه اقول لكم هي سريعه صراحه. هروح الاقيها فارت، وطبعا اللي جواها يبقى كله نزل على القاعده وممكن تعمل مشكله كبيره. بصوا طبعا انا جوزي هنا قال ايه كفايه هشيل الفيشه. طبعا انا قلت له كفايه ايه، لا هي اكيد ليها حد معين. انا طبعا ايه مش مصدقه. المفترض ان دي قهوه، يعني كنكه قهوه او ماكينه قهوه ايا كان، المفترض اللي هي يبقى فيها حاجه كده. بصوا هنا بتغلي وبتقلب يعني كمان، يعني مش عارفه اقول لكم ايه، مش عارفه افسر لكم ازاي. المفروض ايه تبقى هادي على الهادي يا زبادي، لكن هي لا، مفيش الكلام ده، بتقلب زي ما يكون شوربه. جوزي قال لي هنا خلاص كفايه هشيل الفيشه. قلت له لا، حط الفيشه تاني، انا عايزه اعرف اخرها. هل الفوران ده هي مثلا لحد معين وهتفصل لوحدها ولا هتعمل ايه؟ طبعا حب يريحني وشغلها تاني، ولقيناها خلاص يعني هي بتفور وهتطلع بقى ايه لفوق وهتبوظ الدنيا. بصوا ركزوا كده اهو. قال لي لا انت مستنيه ايه، انا هشيل الفيشه، ده كده الدنيا هتخرب. تالت عيب فيها بقى اللي هي طبعا بتضيع الوش بكل سهوله، مفيش وش خالص. عباره عن قهوه مغليه. بالنسبه لي انا الكنكه اللي على النار، على نار هاديه جدا، احسن واحلى بكتير. بما اني هقف كده كده جنبها، لان دي محتاجه حد يقف جنبها، يبقى هي نفس الفكره، يبقى نعمل على النار. هي حلوه في حاله واحده، لو احنا قاعدين في مكان مفهوش بوتاجاز. هي سعرها يا جماعه 99 جنيه يعني،